بسبب أزمة قلبية مفاجئة. وفاة الفنان المغربي المحبوب عبدو الشريف والملقب بعندليب المغرب قبل حفله بمناسبة عيد المرأة بالدار البيضاء. في واقعة أليمة فقدت الساحة الفنية المغربية والعربية أحد أبرز نجومها المطرب عبدو الشريف الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة. دخل عبدو الشريف إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الدار البيضاء. جاءت وفاة الفنان المحبوب شريف إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة بعد سلسلة من التحديات الصحية التي واجهها في الآونة الأخيرة. بدأت معاناة الفنان عبدو الشريف الصحية بتدهور ملحوظ أدى به إلى حالة بين الحياة والموت، قبل أن يعلن في نهاية عن وفاته، مخلفا وراءه إرثا فنيا غنيا وجمهورا عريضا. وكان من المقرر أن يعود عبدو الشريف إلى الأضواء من جديد من خلال حفلة فنية ضخمة مساء اليوم نفسه في المركب السينمائي ميغاراما بمدينة البيضاء، وذلك في إطار احتفالات اليوم العالمي للمرأة. إلا أن مشيئة الله كانت أسرع. عبدو الشريف الذي يعتبر واحدا من ألمع نجوم الطرب في المغرب اشتهر بقدرته الفائقة على إحياء الأغاني الكلاسيكية وجعلها تنبض بالحياة من جديد لأجيال حالية. تميز بأدائه المتفرد لأعمال فنية لمطربين أسطوريين مثل عبد الحليم حافظ وأم كلثوم، ومنحه شعبية جارفة ليس فقط في المغرب بل وفي أرجاء الوطن العربي، وخاصة بعد تألقه في دار الأوبرا المصرية. هذا النجاح الباهر جعل الجمهور يطلق عليه ألقابا تعبيرية مثل عندليب الجديد وخليفة العندليب الأسمر، تكريما لموهبته الفريدة في مجال الفن الطربي. من هو عبدو الشريف؟ في عمق الساحة الفنية المغربية يبرز اسم عبدو الشريف المغني المغربي الذي نشأ في أحضان العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. تعود أصول شريف إلى عائلة بارزة في الوسط الفني، حيث يعتبر ابن شقيق الوهاب أركومي أحد أعلام المدرسة الكلاسيكية في الموسيقى العربية، وتلميذا لمحمود السعدي الركن الرئيسي للموجة الموسيقية الشعبية التي هيمنت على السبعينيات القرن الماضي من خلال فرقتي ناس الغيوان وجيل الجلالة. وفي عام 1999 قدم شريف أداء مبهرا في دار الأوبرا المصرية ليحظى بإعجاب جمهور واسع محبا لأغاني الأسطورة الرومانسية العربية عبد الحليم حافظ. هذا النجاح دفع مصر إلى منحه لقب العندليب الجديد تكريما للإرث العندليب الأسمر، وتأكيدا لدوره كجسر لتراث نهر النيل الفني. ويتميز أسلوب شريف الغنائي بتأثره العميق بمدارس طربية متنوعة، بدءا من مدرسة عبد الحليم حافظ مرورا بأسلوب سليم الهلالي. وقد استطاع عبدو الشريف أن يمتع جمهوره في كل حفلاته المباشرة برحلة استثنائية تعيدهم إلى العصر الذهبي للموسيقى العربية، مؤكدا على مكانته كفنان يجسد بأدائه الأصالة والابتكار. عبدو الشريف لن ينساك الجمهور ولن تنساك الساحة الفنية العربية. وداعا عبدو الشريف، إن لله وإنا إليه راجعون. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجيوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تيليشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.